فاكرين فيلم محامي خلع لما وقف في المحكمة وقال له اختلاف سرعات، اختلاف قوة حصنة؟ ساعات بنلاقي مشكلة شبيهة بالتشبيه ده، اللي هو يا ترى سرعة الرجل للإنزال عادية ولا بدري قوي ولا متأخر خالص؟ المشكلة دي لما بتجيلنا بشكل مختلف شوية، اللي هو يا إما الزوجة ما بتستمتعش لأنه سريع جدا، يا إما لو سريع قوي قوي فبيبقى هو نفسه ملحقش يتمم العلاقة، او العكس تماما ان هو بطيء ومتاخر قوي. ودي بتعمل مشكله كبيره يا جماعه، لان الطرفين ممكن ما يبقوش مبسوطين. اللي بيبقوا مبسوطين لما الراجل يبقى سريع شويه، بس هي طبعا ما بتبقاش مبسوطه. لما بيبقى سريع قوي الراجل ما بيتبسطش، لما يبقى بيتاخر قوي ما بيتبسطش. مشكله طبيه اسمها القذف السريع premature ejaculation. فسيولوجيا مفروض انه بيحصل نوع من انواع التحكم في توقيت القذف عند الرجال، لكن للاسف الشديد في بعض الرجال بتصاب بما يطلق عليه سرعه القذف. وسرعه القذف دي هو اللي بيقدر يقول انه انا بيحصل الانزال قبل ما اكون عايزه ينزل. احيانا بيبقى من قبل حتى ما يقرب من مراته، احيانا لما بيقرب بس قبل ما يحصل الجماع، واحيانا اول ما بيحصل دخول، واحيانا اخرى بتخلي الزوجه تشعر انه انا مش طرف بيلعب معاه. sex is about tennis، لعبه بيلعبوها الاثنين مع بعض. فلما طرف يكون حس فجأة انه انا يعني ابتدينا امتى وخلصنا امتى انا ما اعرفش، فهي ما انبسطتش، وده بيؤدي الى ان هي ممكن تبقى غير مقبلة على العلاقة، وهو يبقى حاسس انه اقبالك ده بيضايقني اكتر، فبيبعدوا عن بعض اكتر. ففي اول لقاء بينهم يحصل قذف سريع برضه. طب عشان نكسر الدايره دي لازم نعرف اسبابها ايه. اكتر الاسباب اللي بتؤدي الى القذف السريع هو التوتر والقلق والتفكير اثناء العلاقه. التوتر والقلق بيخلينا نعمل كل حاجه بسرعه، كل حاجه بسرعه. فعشان كده لما بنيجي نكشف على الحاله دي بنبحث عن هل في اي اسباب عضويه. لا، مفيش اسباب عضويه، يبقى هنشتغل عليها نفسيا. ولازم اعرف اذا كان في قلق وتوتر او حتى فكره العلاقه شكلها ايه. وخلوا الموضوع ده ما يلخبطكوش مع الناس اللي هي اتجوزت اشخاص ممكن يكونوا في شبابهم بيتفرجوا على يعني افلام ذات محتوى مخل بالاداب، او بيتفرجوا على حاجات ممكن تكون مش زي الطبيعه ما هتحصل. لانه ساعات لما بيبقى عندهم صوره ذهنيه للعلاقه خدوها من الفيديوهات والحاجات اللي اتفرجوا عليها، العلاقه الحقيقيه بتوترهم، بتقلقهم، بيحسوا ان هم مش مالكين الموقف زي ما كانوا مالكينه مع نفسهم، فده يؤدي الى قذف سريع. احيانا بيكون ان الزوجه توترها وقلقها وخوفها بينعكس عليه فيتوتر هو فيحصل قذف سريع. من اكتر الاسباب اللي يمكن بنشوفها دلوقتي ان الرجاله اللي بتشتغل في حتت بعيده عن الزوجه، وبناء عليه معدل الممارسه بتاعتهم بيكون في فترات مجبرين انهم ما يكونوش فيها مع بعض. مع اول لقاء ممكن يحصل، لكن مع تكرار العلاقه ما بينهم في فتره اجازته هتلاقي ان الامور اتظبطت. طب هي الست بتشتكي من ايه؟ انها ما بتتبسطش. واحده ست لطيفه قالت لي عارفه يا دكتوره، علاقتي بجوزي عامله زي حمل الاثقال، خطف نطر. انا ما بعرفش احنا ابتدينا امتى، ما بعرفش احنا عملنا ايه، نلاقي نفسنا خلصنا. انا فين؟ انا ما استمتعتش، انا ما اتبسطتش. فتبتدي تبعد. نقعد مع الزوج تلاقيه بيشتكي من حاجه ثانيه خالص بقى، يقول لك ايه؟ مراتي مش مقبله عليا، احنا المعدل بتاعنا ضعيف، هي مش بتتبسط معايا، هي بتتهرب مني، هي مش عايزه تمارس معايا. وكانه المشكله في الزوجه، هي اللي عندها انخفاض معدل رغبه جنسيه، بينما هو المشكله عنده هو، انه عشان خاطر في سرعه قذف هي بعدت عن تجربه بالنسبه لها مش مجديه وما بتتبسطش فيه. بعضكم هيسالني يا ترى ده منتشر؟ منتشر. يا ترى هو له علاج؟ ايوه له علاج، سواء كان علاج دوائي او علاج سلوكي. واحيانا بنحتاج ان احنا نعمل علاج نفسي لفكره القلق من الاداء اصلا، لان الراجل اللي كذا مره بيحصل معاه سرعه قذف يبتدي يحصل عنده نوع من انواع التجنب للعلاقه، مش عايز يدخل في حاجه هتقلب بنكد. فعشان كده بيبقى في علاج زوجي ليهم هما الاثنين، كابل ثيرابي، ومن ضمنه السكس ثيرابي. ازاي نقدر نديله بعض التمارين اللي يقدر بيها انه يتحكم في وقت الانزال بتاعه، بنستبعد اي امراض نفسيه او اي امراض عضويه عشان نقدر نديله ادويه نعالجه بيها. الزوجه هنا دورها ايه؟ الزوجه تستحق انها تستمتع، ولكن احيانا كتيره بنضطر ان احنا نقعد معاها عشان نفهمها احنا مراحل العلاج بتاعتنا هتبقى شكلها ايه ودورها ايه في كل مرحله. ما هو انا مش بظبط الجاكيته يضرب مني البنطلون، انا بحاول اهدي وبحاول اشيل التوتر والقلق من العلاقه عنده، بحاول افهم رؤيته للعلاقه ايه، فما بقاش انا عماله احاول اديله رسائل واحاول اديله علاجات نفسيه تطمئنه وتديله الاحساس بالقدره، وتيجي هي تروح خبطه كلمه
كده تروح مبوظه كل اللي بنعمله. عشان كده دايما في العلاجات اللي زي دي بنشوف الاثنين مع بعض. يمكن نكون بنشوف الراجل اكتر مما بنشوف الست، لكن بنشوفها لانها مساعده وداعمه ان احنا نوصل للنتيجه اللي هما الاثنين عايزين يوصلوا. سرعه القذف مشكله منتشره في الرجال الاصغر سنا اكتر، محتاجه علاج عشان ما يحصلش منها مشاكل كتير بين الاثنين ويبقوا هما الاثنين منفصلين عاطفيا وجسديا عن بعض. سهله قوي انها تتعالج لو انتوا رحتوا للدكتور، وتبقى مشكلتنا مش مشكلتك، هي مشكلتكم انتوا الاثنين.